للمملكة المغربية وجذورها في عمل السلف الصالح إنه عنوان أول الدروس الحسنية التي ترأس افتتاحها أمير المؤمنين. الغرض من درس اليوم كما أبرز ذلك المحاضر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هو توضيح المقصود بلفظ الثوابت وهو ما استقر عليه العمل بالدين. واعتبر المحاضر أن إمارة المؤمنين هي أجل هذه الثوابت وأعظمها منزلة لأنها تؤطر الإيمان والعمل معا، واكتسبت عمقها في الجمع بين شؤون الدين والدنيا. وأوضح أن المذهب المالكي دخل في وقت واحد معها إلى المغرب في عهد الأدارسة. ولاحظ المحاضر أن الأمازيغ تداولوا إمارة المؤمنين بنفس المضمون والرسوم، وأوضح أن المغاربة لما أعادوا الأشراف السعديين ثم العلويين إلى إمارة المؤمنين ركزوا على حماهم الروحي وأقروا عن تجربة بنجاعتهم السياسية في التحكيم. في ختام هذا الدرس الحسني الافتتاحي تقدم للسلام على أمير المؤمنين عدد من شيوخ العلم في العالم العربي والإسلامي، كما سلم السفير السعودي بالمناسبة رسالة إلى جلالة الملك من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.